السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا. وحشني وجودي وسطكم، وحشني التصوير، وحشني الرد على التعليقات بتاعكم. وكل سنة وانتم طيبين، علشان خلاص قرب علينا شهر الخير. اللهم بلغنا رمضان، ولا فاقدين ولا مفقودين. اللهم امين يا رب العالمين. ده اول فيديو ليا بعد غياب طويل وتعب. كان غصب عني والله ان انا اختفي كده وما اقولش السبب، او اطلع اقول ان انا هغيب شويه او هقعد فتره ما انزلش فيديوهات. بس انقطاع عن القناه وبطل انزل فيديوهات جه والله فجاه كده مره واحده. الفتره دي كانت بعد الولاده، والسبب تعب بعد الولاده وتربيه مكه بقى، عشان هي كانت اول طفل ليا، ربنا يبارك لي فيها. وكان صعب عليا الايام والتربيه، صعب عليا السهر اللي هو في الاول، والعياط من غير سبب. كان صعب عليا الموقف نفسه في الاول، عشان دي كانت اول بيبي ليا. ولما بقى يهف بقى عليا الخلفة تاني، اكون واخده بقى فكره، واخد مناعه، واكسب تناحه، واكون مستعديه للي انا داخله عليه، واعرف انا داخله على ايه بالظبط. ففي مكة بنتي انا كنت لسه ام خام، يعني البيبي كان بيستعبطني ويلطش فيا عشان انا بس كنت طيبة غلبانة معاه وكده. ومكة بنتي كانت متعبة وهي صغيرة قوي، وهي بيبي، يعني علشان صغيرة دي، يعني هي لسه اصلا صغيرة دلوقتي. او زي ما انا قلت في الاول، عشان انا كنت اول مرة ابقى ماما، كان صعب عليا بس، ومحتاجة افهم اكتر، والمفروض اتعامل ازاي معاها. وكان ايه بقى، لازم افضي نفسي ليها خالص، علشان مكة بنتي بالذات كانت غير اي بيبي. مش هنقول طفلة علشان هي اصلا لسه طفلة، كانت مولوده اصلا وزنها قليل جدا وضعيفة، عشان انا والدها في اول الثامن كده. وده بقى كان خطر على مكة وعليا، وغلط اصلا، وموضوع كبير كده. تمام، بعمل لكم فيديو لوحده لو انتم حابين تعرفوا ايه اللي حصل وسبب ولادتي في الميعاد ده. فزي ما قلت لكم، مكة كانت محتاجة وقت كله في الاول، وكانت محتاجة رعاية واخد بالي منها، ومن نظام مواعيد الرضاعة لبن صناعي، عشان ده اللي الدكتور قال لي ده هيزود من وزنها. فكنت مهتمية قوي بزيادة وزنها، لاني ما كانتش عجباني كده وزعلانة قوي عشان، وكنت عايزاها تزيد بأي طريقة، لاني كنت صعب اشيلها. شيلتها كانت صعبة، كانت صغننة كده ومش عارفة اشيلها كده. فالموضوع بتاع وزنها ده كان مزعلني جدا، وكنت بتابعها كل شوية مع الدكتور، واستنى وقت ميعاد المتابعة بتاعتها، يعني بالصبر علشان اشوفها زادت ولا لأ. وبسبب برضو موضوع الوقت، وان انا اخد بالي منها ومن علاجها ومن ميعاده، وكمان محتاجة رعاية واهتمام زي اي طفل لسه في الاول او لسه في الشهور الاولى من الولادة. بس مكة بنتي كانت محتاجة بزيادة شوية، علشان وزنها وظروفها وكده يعني. فما كانش ينفع اشتغل على القناة وفيديوهات وان انا اصور، وهيبقى صعب شوية عليا وارهاق وتعب. ممكن اي حد مكاني يبقى الموضوع صعب، سهل عليه قصدي، والموضوع عادي بالنسبة له. في كتير حوامل وبيخلفهم وبيقوموا يشتغلوا على طول، ويصوروا فيديوهات وينزلوا فيديوهات، وهم لسه اصلا في اوضه العمليات، لسه قايمين من الولادة بيصوروا. بس الناس مش زي بعضها، وصحة الناس مش زي بعضها، وحسب بقى ايه الظروف اللي عند الناس دي. ربنا معاهم ويديهم الصحة ويسهلها يا رب على كل الناس. بس ممكن حالتي ما كانتش زي اي حد، وكل واحدة وحملها غير التانية، وربنا بيسهل لكل واحدة. في واحد بتاع خردة واقف تحت، كل ما اجي اتكلم ينادي يعمل دوشة، مش عارفة اصور. والشقة اللي قدامنا الناس شغالة فيها عمالين يعملوا دوشة، كل ما اتكلم الناس دي مستقصديني ولا ايه؟ يلا مش مشكلة، يلا نكمل الكلام بتاعنا. وربنا بيقف مع كل واحدة في الوقت ده، وعلى قد صحتها. وربنا يا رب يدي لكل مشتاق يا رب العالمين، وما يحرمش حد من الإحساس ده أو اللحظة دي. وربنا يحفظ لنا أولادنا يا رب العالمين، ويبارك لنا فيهم. فكان بقى ايه، في اسباب كتير وظروف خلتني ابعد عن القناة والتصوير وكده، لان كان هيبقى صعب عليا جدا، وتعب جامد عن التعب اللي انا كنت فيه اصلا. فلما بقى حسيت ان التعب خف شوية عن الاول، اللي هي مكة ما شاء الله دلوقتي بقت 2 سنين و3 شهور يعني.
اللهم بارك. يعني العياط من غير سبب وكل اللي كان في الاول ده خف شوية، وبالذات العياط اللي هو كان من غير سبب ده، اللي هو ما نعرفش لو جعانة ولا هو سبب عطش ولا هو سبب مغص، ولا الكبيرة بقى اللي فيه ممكن حاجة تكون قرصتها واحنا بقى مش واخدين بالنا. فكل ده يعني ايه، الحمد لله عدينا المرحلة دي. فكل ده بقى كوم، والسهر وقلة نظام النوم ده كوم تاني. كان نهارنا ليلنا وليلنا نهارنا، والواحد مش عارف اصلا، كان في صداع في الدماغ كده ما بيمشيش بسبب قلة النوم وعدم انتظام النوم عندنا وعند الطفل. يعني احنا ماشيين مع الطفل بجد. الله يكون في عون الامهات اللي هم لسه في الاول دول. عايزه اقول لهم هو في الاول بس التعب ده، وبعد كده سنه او سنه ونص كده التعب الجامد بقى اللي هو لا مش بيخاف التعب الجامد، لا بجد هو كل فتره ولها تعبها، وعلى حسب الطفل اللي هو هادي بقى شقي. ربنا يكون في عوننا. يعني مكة كانت في الاول كانت بتقعد تعيط وانا وهي صغيره قوي، يعني شهور كده كنتش بعرف ايه السبب. كنت بقعد بيها بقى لحد لما تنام، انام حبة يعني 10 دقايق كده وتصحى تاني، يعني انام معاها واصحى معاها لحد لما الصداع مسك دماغه ومش راضي يسيبه. دلوقتي بقى ما شاء الله هي تصحى تلعب جنبي لحد لما انا فوق بقى. ربنا يحميهم يا رب ويخليهم لينا يا رب العالمين ويخلينا ليهم. انا بقى جايه دلوقتي اقول لكم، عايزه اقول لكم ايوه يا ايمان خشي بقى، انت عماله ترغي كتير وكده، خشي في المهم. حاضر اخش في المهم. انا عايزه اقول لكم بقى ان انا هرجع للقناه تاني وهنزل فيديوهات ونصور بقى، ووحشني بقى الجو ده، وهنعمل فيديوهات جميله جدا وتحديات وكل اللي انتوا تأمروه هننفذه. انا شروع كده قولوا لنا التحديات اللي انتوا عايزينها في تعليقات الفيديوهات، اصور كذا اللي انتوا هتطلبوه انا هعمله ان شاء الله. وان شاء الله هتبقى احلى من الاول، وهنضحك مع بعض ونهزر مع بعض. واللي هيساعدني بقى في الفيديوهات والتصوير كده السيد زوجي العزيز ومكوكة قلبي واخواتي طبعا اللي كانوا بيصوروا معايا في الفيديوهات الاول، وماما وبابا العيلة يعني وكده، العائلة الكريمة إيمان موني والعائلة الكريمة. تمام. ويا رب فيديوهاتنا تعجبكم وتكون كده خفيفة عليكم، وما نكونش ناس كده تقيلة على قلبكم. يا رب نكون ناس كده خفيفة ونبسطكم، ويا رب يديم المحبة ما بيننا ونفرحكم ونقضي كده لحظاتنا السعيدة وضحكنا ومفاجأتنا مع بعض كده ان شاء الله. معلش طولت عليكم وقعدت ارغي كتير معاكم، بس انتوا كنتوا وحشيني، قلت اتكلم معاكم شوية واعرفكم سبب غيابي عنكم. ورجعنا مع بعض اهو، واللي حاضر يقول للي غايب يا ام نيازي صح نيازي، وقولي له ابن موني رجع تاني، قولوا للناس كلها. ربنا يسعدكم يا رب ويسعد ايامكم. يلا بقى علشان ما اطولش عليكم وابقى تقيله كده، بحبكم جدا جدا وبحب اتكلم معاكم والكلام معاكم كان وحشني. بس هنتقابل في فيديوهات تانية كتير جايه، ورمضان كريم علينا وعليكم وكل عام وانتم بخير. اعملوا اللايك يا جماعه، اهم حاجه اللايك عشان تدعموا القناه وتدعموني. ولو اول مره بتشوفوا فيديو من فيديوهاتي تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم على خير ان شاء الله.